السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواتي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. داخل مصر وخارج مصر. برحب بكل أخواتي وحبايبي اللي متابعيني، برحب بكل القنوات اللي انضمت لي. بشكر كل حبايبي اللي متابعيني بصدق وأمانة. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ الفيديو. النهاردة هنعمل أحلى شاورما جديدة بطريقة مختلفة خالص. زي ما انتم شايفين هنعمل فراخ مشوية، وهنعمل صينية بطاطس بالجزر والفلفل يعني صينية بطاطس كده مختلفة خالص عن كل مرة. نعملها بالبطاطس والجزر والفلفل ويعني والبصل كده تشكيلة، والطماطم كده هنشكلها نظبطها كده تظبيطة حلوة. طبعا دي الشاورما معانا مقطعها شرايح زي ما انتم شايفين، وهنسيبها تتشوح الاول على النار. بعد ما تتشوح نحط عليها الفلفل والبصل والجزر. ده شاورما طريقة مختلفة خالص، طريقة جديدة. انا تاني مرة اعملها معاكم، بس انا المرة دي هعمل معاكم العجينة، وهعمل معاكم الطريقة من اولها يعني لاخرها كده. زي ما انتم شايفين حطينا الشاورما تشوح تشويحها حلوة على النار، حطينا لها معلقة سمنة صغيرة كده. طبعا هنبتدي نحط الفلفل، نحط البصل والجزر، جزر انا بشراه بشر كده، مش زي ما انتم شايفين كده. هنقلبهم كده تقليبه، وهنسيبهم كده لما يتبالوا خالص على النار. في ناس بتعمل الطريقة دي بفطيرة، بس انا بجربها الاول بالشاورما، الطريقة الجديدة اللي احنا هنعملها معاكم دلوقتي. طبعا انا بخرط البصل، معايا بصلتين وقرنين فلفل، وهنجيب جزرتين برضي ونخرطهم في الصينية، وهنعمل 6 بطاطسات برضه هنخرطهم. التتبيلة دي اللي انتوا شايفينها بصلة بطماطم ضربينها في الخلاط او في الكبة، عشان نحطها منها للبطاطس، وهنحط منها للفراخ. طبعا الفراخ انا خرطت قرن فلفل برضه على الفرخة كده، جمية تديها طعم وريحة حلوة. هنحط فلفل وتوم بصل، هنحط فلفل وملح وتوم باودر وبصل باودر، وهنحط توابل الفراخ بس حاجة بسيطة كده، عشان مش كتير زي ما انت هتشوفوا معايا. طبعا حطينا البطاطس اهو خلاص كده، وهنبتدي نظبط التتبيله هناخدها دي، نحط منها للفراخ ونحط منها البطاطس. خلاص زي ما انتم شايفين اتشوحت معانا الشاورما. خلاص مش هنشوحها تاني، هنقلب التتبيله في بعضيها، وهنزيد منها زي ما انتم شايفين الفراخ، وهنزيد منها البطاطس، وهنظبط كده تظبيطه حلوه. طبعا انا ضاربه بصل بطماطم، هنحط ملح وفلفل زي ما قلتلكوا، وتوم باودر وبصل باودر وتوابل فراخ على على البطاطس، وعلى الفراخ. وهنحط سمنه، حوالي معلقه سمنه كده، يعني معلقه سمنه كده حلوه. وهنظبطهم كده وناخدهم على الفرن، وهيبقى احلى فراخ مشويه وصينية بطاطس مختلفة خالص. جزر ببطاطس بفلفل ببصل، يعني مختلفة خالص خالص. أول مرة جربوها والله حلوة خالص هتعجبكم. وصينية الفراخ برضي، طبعا لازم نظبط الملح كويس، لأن البطاطس بيحب الملح. وهنبدأ معاكم هنعمل الشاورما بعد خلاص ظبطنا الفراخ والبطاطس، وهنركنهم على جنب كده ونسيبهم مش هنسويهم دلوقتي، هنسيبهم يشربوا بعضيه كده التتبيله تشرب في الفراخ والبصمة البطاطس. وبعد كده لما نخلص الشاورما هناخد كل حاجه ونروح على الفرن، لان لازم نعمل الشاورما عشان الشاورما هتتحط في الفرن. زي ما انتم شايفين صينيه البطاطس ظبطناها خالص اهي، هنهزها كده عشان التتبيله تنزل في قلب البطاطس، والفراخ برضي ويشرب كده ببعضيه، يبقى احلى. زي ما انتم شايفين احلى صينيه بطاطس واحلى صينيه فراخ. هنركنهم طبعا كده معانا، وهنبدا في العجينه. انا والله العظيم كنت بعجن ومظبط التليفون، افكر التليفون بيصور، طلع التليفون مش بيصور العجن.
انا هقول لكم طريقة العجينة. انا حطيت ذرة ملح، حطيت حوالي 4 كباب دقيق، 4 كباب دقيق، وحطيت ذرة ملح ونص معلقة خل ومعلقة سكر، بس العجينة كلها، محطيتش اي حاجة تاني. انا عجنتها قبل كده معاكم، هترجعوا الفيديوهات لورا، انا عجناها نفس العجينة كده زي ما انتوا شفتوا كده، وفردناها، عملنا 4 كور عجينة، كل يعني فطيرة 4 زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبها كويس. اول ما تعمل معانا هتبتدي تخلع، ونبتدي نفردها من بعضيها زي ما انتوا شايفين كده. هبصوا هنلاقيها ايه، خلعت على طول من بعضيها اهي. احلى عجينة كريب نعملها شاورما. بصوا هتفرد لوحديها على طول من ايه، من العجينة والله. اهي زي ما انتوا شايفين الكمية كلها، عملنا 8 فترات شاورما. زي ما انتوا شايفين احنا كنا هنجرب الاول بالكوباية، الكوباية ما نفعتش، هنجيب طبق كده نعمل بيه، لان الفطيرة اللي انا قطعتها صغيرة مش كبيرة، فهنجيب واحدة ايه كبيرة، لاقيها صغيرة مش تنفع الكوباية دي، هنجيب واحدة اكبر. جبنا الطبق ده هنجرب بيه وهنعمل بيه، وهينفع يبقى حلو خالص زي ما انتوا هتشوفوا كده. ايه هنلف كده بيه، هنقطع ايه العجينة. العجين ده طبعا مش هنرميه، هنعوزه هنعمل بيه هنشفه كده ونعمل بيه ايه احلى رقاق. يعني مش هنرمي اي حاجة، لان هو رقيق خالص، عامل زي الجلاش والله. يعني ماسكاه في ايدي صوابع باينين من رجة العجينة خالص. العجينة رقيقة خالص زي الجلاش اللي بنشتريه. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل كمية كلها خالص كده. عملنا كمية كبيرة خالص والله العظيم، عملت حوالي يعني من التمن فترات اللي احنا عملناهم الكريب ده عملنا منهم حوالي مجرب على 30 واحدة او اكتر. انا ما عدتهمش الصراحة، انا عملت الصينية والباقي هنكيسه معاكم زي ما انت هتشوفوا، وهنحطه في التلاجة لما نعوز نطلع منه ونعمل منه على طول، لان يعني بيتحط في التلاجة ما يجرالوش حاجة والله العظيم. تخزنيه في التلاجة في اي وقت تعوزي تطلعيه على طول وتشتغلي بيه. طبعا اول ما تطلعيه من التلاجة هيفك لوحديه ويبقى عامل زي اللي مخبوز زي اللي عاملاه على طول دلوقتي، لان انا عملته جربت في اول رمضان، عملته شفتوه معانا. عملت منه صينية وشلت كمية برضه في التلاجة. يعجبكم خالص، جربوه هيعجبكم والله العظيم، طعمه خطير، طعمه حلو خالص. بس بالله عليكم يا جماعة، حاول وصل لحد هنا يحط اللايك ويشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد مني. زي ما انتم شايفين الكمية كلها اهي. هنعمل ايه، هنبتدي نعمل الشاورما بالطريقة جديدة، طريقة مختلفة. هنعمل معاكم من الاول للاخر اهو. بصوا هنحط البتاع كده ونحط في الصينية ستة في واحدة جنب واحدة جنب بعض كده. طبعا ايه ما هنسندش، نحط واحدة، واول ما نيجي نحط التانية نرفعها كده ونحط التانية كده لما نعمل الكمية كلها. انا بعمل معاكم زي ما انتم شايفين. طبعا انا كنت بشوف حاجة ان احطها كده اسند بيها، بعد كده قلت خلاص كل مرة ارفعها كده عادي. زي ما انتم شايفين اهو. دي مسكت معايا ما خلعتش. هنستف كل الكمية كده زي ما انتم شايفين يعني. الصينية بتاخد 5 وحدات زي ما انتم شايفين. طريقة جديدة وطريقة مختلفة وحلوة خالص والله العظيم، هتعجبكم، هتعجب اولادكم، جربوها هتحبوها خالص. زي ما انتم شايفين هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، وبعد كده هنحط جبنة موتزاريلا فوقيها. انا مكنتش هحط طماطم على الشاورما، بس
يعني في ناس بتحب تحط الطماطم عليها، فانا جربت المره اللي فاتت ما حطيتش طماطم. المره دي جربت الطماطم عليها، لقيتها احلى من الاول مره اللي فاتت. طعمها حلو خالص وخطير والله العظيم، جربوها تعجبكم. هنعمل الصينيه كلها زي ما انتم شايفين كده، والكميه اللي هتزيد مننا هنشيلها في التلاجة، مفيش حاجه هتترمي. زي ما انتم شايفين كده هناخد نعمل كل الكميه خالص، واللي هيزيد في الصينيه برضه هنحطه، مش هنرمي حاجه خالص. اي حاجة هتزيد هنكملها هنحطها اهي على زي ما انتم شايفين كده اهي. كده عملنا الصينية وخلصنا. ايه اللي هيزيدوا في الصينية نحطهم على باقي كده، نلمهم كده ونحطهم زي ما انتم شايفين اهو. يعني مفيش حاجة، اي حاجة هتزيد هنحط، شيلها برضه هنحطها تاني. وهنحط كمية جبنة موتزاريلا على الوش خالص كده من فوق، هتسيح وتدي منظر حلو خالص. طعمها هيبقى خطير كده فيها زي ما انتم شايفين. حلو خالص على الفطار ومن غير فطار، يعني هتعجبكم خالص لو حبيتوا تعملوها لأولادكم. بتبقى حلوة ولذيذة والله العظيم. حتى من غير رمضان تعملوها لأولادكم، هتاخدش معاكم وقت خالص، في ثواني كده هيحبوها وتعجبهم خالص خالص. زي ما انتم شايفين حطينا الجبنة الموتزاريلا على الوش كده. يعني حطيتها طبعا على كل واحدة كده على الوش وزي ما انتم شايفين. طبعا هي اول ما هيحطه على الفرن هيسيح كده خالص. شايفين الكمية اللي فاضلة، كمية كبيرة خالص، يطلع حوالي 20 واحدة قاعدين او اكتر، الله اعلم انا معدتهمش والله العظيم. هنكيس كده، نحط قسمهم نصين ونحط دوت في كيس من غير عجات كده زي ما هما كده، هنكيسهم ونحطهم في التلاجة. وما نعوز هنطلع على طول. طبعا كل خلاص خلصت كده وناخدهم ونروح الفرن. واحلى فراخ طبعا انا ما صورتش وهما في الفرن، احلى فراخ والصينيه اهي زي ما انتم شايفين. ومتنسوناش باللايك يا جماعه. احلى فراخ واحلى صينيه بطاطس وادي الرز، وده فطارنا النهارده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.